السلام عليكم. الجزء الثاني من ازاي اشتغلت فريلانسر من البيت وبدايتي مع شغل الفريلانسر. طبعا اي حد مننا زي ما اتكلمنا في الفيديو الاول ان هو نفسه يشتغل فريلانسر من البيت وهو قاعد مرتاح بيجيب فلوس من على النت. بس طبعا الفريلانسر هي اولا هي مخاطره كبيره جدا، ثانيا هو الموضوع بيكون صعب في الاول. وبالتحديد دلوقتي انا بتكلم على الجزئيه اللي قابلتني انا كمصمم جرافيك، مش على فريلانسر في اي مجال. يعني هتكلم دلوقتي عن الفريلانسر بالنسبه للجرافيك ديزاينر. قبل ما اشتغل فريلانسر اتفرجت على فيديوهات كتير واتفرجت على ناس كتير شغاله فريلانسر، هم دول اللي ادوني امل ان انا اشتغل في موضوع الجرافيك ديزاينر كفريلانسر. لان موضوع الجرافيك ديزاينر وانا شغال في شركه او شغال عند حد في مكتب او شغال مش شغال بحريتي، فده كان مسبب لي ازمه كبيره جدا وازمه نفسيه، ان انا مش عايز حد ان هو يتحكم فيا او عايز حد ان هو يأمرني او افكاري كلها تطلع له. فانا كنت هدفي او طموحي ان انا ابعد عن شغل الشركات نهائي، ان انا ما اشتغلش في شركه او اشتغل عند حد. كان هدفي الرئيسي ان انا اشتغل حر بنفسي، انا الافكار اللي بطلعها او الشغل اللي انا بجيبه لازم يكون ليا شخصيا، ما ادهوش لحد مقابل فلوس او مقابل ان هو بياخد وقتي وانا شغال عنده. فاتفرجت على ناس كتير، امثال احمد ابو زيد، امثال حازم الصديق، امثال علي محمد علي. الناس دي كلها كانت بتتكلم ازاي تشتغل فريلانسر، ازاي تحافظ على الماديات بتاعتك علشان تقدر تكون نفسك كفريلانسر، ازاي تقعد في البيت وتشتغل. فالموضوع كان مسبب لي طموح كبير جدا ان انا لازم اشتغل في يوم من الايام كفريلانسر. فانا من ساعه ما بدات شغل كجرافيك ديزاينر كان هدفي الرئيسي ان انا اوصل لخبره معينه علشان اوصل لمرحله ان انا اقعد في البيت واشتغل. طبعا الموضوع في الاول بيكون صعب جدا لانك مش عارف توصل لعميل، او في حاجه تانية ان العميل مش بيثق فيك، او حاجه ثالثه ان العميل بينصب عليك. فلازم قبل ما تبدا فريلانسر لازم تقعد كده وتفتح ورقه وقلم وتبدأ تسجل كل المشاكل اللي ممكن تواجهك وكل الصعوبات اللي هتواجهك اصلا فعليا في موضوع الفريلانسر. ولازم تتفرج على فيديوهات كتير لناس جربت شغل الفريلانسر قبل كده. طبعا انا من حيث الفريلانسر هعمل فيديوهين او 3 كمان هتكلم فيهم. هيكون فيديو يعني صميم الفيديو بيتكلم ازاي اجيب عميل من على السوشيال ميديا او عميل اشتغله فريلانسر، وهيكون في فيديو تاني ازاي اثق او ازاي اخلي العميل يثق فيا ويثق في شغلي. والفيديو الاخير هكلمكم عن الشركات اللي انا اشتغلت فيها وازاي اكتسبت خبرة من الشركات دي اهلتني ان انا اكون صاحب مكتب او صاحب شركة واكون ليا تأثيري في المنطقة او في السوق اللي انا موجود فيه.